وادي طاجن الرز المعمر بعد ما طلعناه من الفرن. شايفين الرزايه برزتها ازاي؟ مش معجنه خالص ومش لازق خالص. يلا بينا بقى نشوف مع بعض. السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر بتاع العزومات الجامد جدا. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات وهنعمل ايه. ادي دلوقتي انا حضرت الطاجن بتاعي ودهنته بالسمنه او ممكن تدهنيه بالزبده عادي مفيش مشاكل. ودول كوبايتين رز غسلتهم كويس قوي وصفيتهم وبعدين حطيناهم في الطاجن. هنيجي عليهم دلوقتي بمعلقه سمنه كبيره. ادي اهي معايا معلقه السمنه الكبيره، وتكون السمنه اللي هي ولا سايحه ولا هي سايبه، او ممكن لو سايحه هتبقى حلوه برضو. انا معايا السمنه اللي هي طريه معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفينها. تمام كده. ودلوقتي هنحط معلقه من القشطه. طب ما عندناش قشطه ممكن علبه زبادي، ممكن كمان نحط القشطه والزبادي مع بعض ونربهم كويس قوي وننزل بمعلقتين كبار لكل كوبايه رز معلقه من القشطه. ممكن كمان نحوش القشطه بتاعه وش اللبن بتبقى برده حلوه قوي، وممكن نحطها في طاجن الرز المعمر بتدي طعم حلو قوي. يلا بينا. وادي نزلت اهو بمعلقتين القشطه بتوعي. تمام كده. هنزل دلوقتي على الطاجن بتاعي بنص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، دي بتدي طعم حلو قوي للطاجن. ودلوقتي طبعا لازم نقلب المكونات بتاعتنا دلوقتي كويس قوي مع بعض. وادي دلوقتي بعد ما قلبت الرز بتاعي كويس قوي مع المكونات بتاعتي هنزل بثلاث كوبايات من اللبن. يفضل طبعا ان يكون اللبن بتاعي بلدي بيدي طعم احلى من اي لبن تاني للطاجن الرز المعمر. تمام كده. وكمان واحنا بنقلبه حطيت رشه من السكر، ودي اختياري، ممكن تحطيها او ما تحطهاش عادي، دي ترجع لك. تمام كده. طبعا طاجن الرز المعمر ده ممكن نبدل كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي هي ما عدا الملح والفلفل الاسود، ونحط سكر لو عايزينه طاجن رز معمر حلو. يلا بينا بقى نحط الثلاث كوبايات من اللبن، يعني كل كوبايه رز ليها كوبايه ونص من اللبن. يلا بينا. وادي اهو بعد ما حطيت اللبن بتاعي، التركه بقى ان انا اسيب الطاجن بتاعي ده لمده ساعه يتشرب كويس قوي مع اللبن مع القشطه بتاعتي، عشان لما يطلع من الفرن يبقى حلو قوي. نسيبه لمده ساعه. تمام كده. التركه التانيه ان احنا لما ندخله الفرن تدخليه على رف وسط وتشغلي الشوايه عليه. اول ما ياخد وش معايا هيعمل طبقه معاكي ويحمر من فوق، تقفلي عليه من فوق وتشغلي من تحت. تمام كده. هيبدا بقى يشرب معاكي. اول ما تلاقي ما بينزلش اي حاجه من تحت بعد ما تقفلي من فوق وتشغلي من تحت، يبقى كده الطاجن بتاعك استوى. هو تقريبا بياخد اللي هو 10 دقايق تحت و10 دقايق فوق، يعني تقريبا تلت ساعه وهتلاقي طاجن الرز المعمر بتاعك طالع زي الفل. دلوقتي هنسيبه ساعه يتشرب كويس قوي وبعدين ندخله الفرن. يلا بينا. كمان ما ننساش لازم نسخن الفرن كويس قوي، يعني تقريبا نص ساعة كده، عشان خاطر الطاجن بتاعي لازم يدخل على فرن سخن. تمام كده. وادي طاجن الرز المعمر بعد ما طلعناه من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ هتعجبكم قوي الوصفة دي والطريقة دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.